خوتي السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا على اكبر بارونات المخدرات في تاريخ المغرب. كما نقولوا تجار المخدرات اللي كانوا يصدروا لخارج المغرب، كانوا يصدروا للاتحاد الاوروبي والعالم كامل. اولهم منير رماش، وما ادراك ما منير رماش، ولد الشمال بالضبط مدينه تطوان. كان من اكبر البارونات اللي عرفتهم المملكه المغربيه. كانوا يبغيو ولاد مدينته بشهاده كاع ولاد تطوان ولاد الشمال، كان يخدمهم يتهلا فيهم في الفلوس. القضيه ديالو تبعوها الصحافه المغربيه بكثره، تبهم في المغرب. المحاكمه ديالو جر معاه قضاة كانوا معاه في القضيه، ورجال السلطه، رجال الامن واشخاص نافذين في الدوله كما نقولوا كانوا خدامين معاه. كانوا يميكوا عليه. هذا البعض اللي نقبضوا ماشي بطبيعه الحال ماشي بكل شيء، الفاسدين كما نقولوا اخوتي. ومن قبضوه وكان في المحكمه والتحكيم كان كل مره يهددهم بلي غادي نجبد صوالح ونجبد اسرار على الناس زعما اللي كانوا خدامين معاه في الدوله. وحكموا عليها اخوتي ب20 سنه. اما الثاني اخوتي وهو محمد الوزاني الملقب بالنني، وهو من اكبر البارونات المخدرات اللي عرفتهم المغرب. وكان بدا هو ومنير الرماش في التجاره في المخدرات، كانوا خدامين عند واحد البارون قديم عليهم كما نقولوا. بداو معاه في التالي كلها قبل طريقه. الرماش مشى يبيع كما نقولوا رزقه بوحدو، والاخر عاوتاني كان قبل طريقه بوحدو. كانوا صحابه في التالي ولاو تعاداو. راه دار عليه واحد المخرج اسباني فيلم. ¡Qué guapo, tío! ¿En cuánto nos lo dejan? 120.000, pero todavía hay que meterle 2 motores más. ¿Dos motores? Le vamos a meter tres y no nos va a parar ni Dios cabeza. ¡Ya! ¡Dale caña, dale caña ahí! وفي التالي اخوتي قتلوه. كاين اللي يقول غير عصابه بيع المخدرات، يعني التنافس بيناتهم قتلوه. كاين اللي يقول لسبب شخصي. الله يجعل ربي يرحمه ويوسع عليه، قتلوه بالقرطاس. اما الاشهر اخوتي وهو حميدو الديب. ومن لا يعرف حميدو الديب، الاسم الحقيقي نتاعو احمد بونقوب. جمع 40 مليون دولار، صدر 6000 طن تاع الحشيش. اللي كيقولوا اخوتي ان في سنه 1996 جاء تقرير من الامم المتحده ينتقد الاجهزه الامنيه تاع المغرب، والله اعلم. كاين اللي كيقولوا زعما هذا هو اللي خلى المخزن يزير ويعتقل حميدو الديب. وكاين اللي يقول لا، ان الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله يعني هو بوحده بغى هاد تجار المخدرات يحبسهم نهائيا، لان كان التجاره نتاعهم تخسر الاقتصاد نتاع البلاد. اعتقلوه حقوا معاه مليح، والقاضي عطاه 10 سنوات سجنا، قضى منها 7 سنوات وشي شهور حتى جاه العفو الملكي سنه 2003. خوتي هذا هو حميدو الديب، ورجع عنده بابلو اسكوبار تاع طنجة. وفي التالي نتاع حياته قرر يعتكف في المساجد، والله يجعل ربي يغفر له. كما قال لي واحد حميد الديب الله يذكره بخير ويطول بعمره، كنت نضحك انا وياه. قلت له استاذ حميدو، قلت له انت راه بعدا راك خليتي وتخرج. قال لي شوف ولدي صالح، قال لي انا ما كرهتش، قال لي شتي هاد الحبس ديالي يقولوا لي 2 المليار، قال لي نعطيها ونخرج، قال لي ونعيش، قال لي نعيش، قال لي ما نعيش دقيقه هنا، حيت هما فعلا راه الاموال عندهم، ولكن راه كيبقى يدور عليه الساروت او لا. واش هو كيبقى يخرج برا كيتسارى؟ راه في الحبس كيبقى. غير هي بواحد الجهه كناس مزيانين ملي كيدخلوا بحال هذوك الناس، شكون اللي كيحيط الحبس بواحد الوجهه نعريو عليها باش يكون كل شيء عارف. الحبس داخلين غير ولاد بدون، اغلبيه 99% بدون، 99 بدون، لا حول ولا قوه لهم. وحميد الديب انا كنعرفو، يعني انا من طنجه، يعني انا ما يمكنليش كما قلت لك، انا ما يمكنليش نقول شي حاجه في الميديا. انا قلت لك الصديق ديال محمد شكري، صديق ديالي. حميد الديب كنعرفو، درقاوي، موني الرم، هادو كاملين كانوا ديك الساعه في الساعه ديالنا. لا 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 لا، انا اصلا كنت مترجم. انا الخدمه ديالي في طنجه كنت مترجم بالانجليزه، يعني انا كنت باقي صغير.
كانوا نقول لكم الصراحه ما زيدش عليا نزيد في شي حاجه. انا ديك الساعه كنت باقي صغير وما كنتش كنتدخل في هادشي هذا، وهادشي هذا ما كانش كيهضروا عليه الناس الزنقه بحال دابا. ما كانش دابا اي واحد كيقول لك حميدو الديب ولا الرماش، ولكن هما ما كيعرفوهمش. هاد الناس هادو ما كناش كنقدروا نهضروا عليهم حنا، نقول لك صراحه، لان ما كانش الشغل ديالنا وما كناش كنبحثوا في الناس اللي كيعملوا. بحق دابا كتجبر اخر اللي كيسمع على حميدو الديب كيعمل عليه قصه، ولكن هو ما عرف عليها والو. هو اصلا ماشي طنجاوي مثلا، تحيه الناس اللي ماشي طنجاوي، ولكن ما عرفش القصه ديالو الحقيقيه، لا هو ولا بزاف ديال الناس هنايا. هذاك السيد هذاك ما كيكمي ما كيشرب. هذاك السيد هذاك كان عنده واحد السيد اللي هو كان العدو اللدود ديالو، هو اللي طيحو، هو اللي دالو كل شيء. وجيت هنا باش نهضر على منير رماش. يعني ابني حرقوني وقال لك منير رماش عنده الفانطومات في البحر الزوارق وكذا وكيديو الناس وهذه، والسيد مدوز 16 سنة. كيفاش غادي يعمل هذا السيد ب 16 سنة باش يسرد هاد الزوارق يجيو ويطلعوا ويهبطوا؟ ومن بعد مورا هاد الشيء هذا جا قال لك يا ودي كيعيطوا لي الناس من برا ومن داخل ومن كل موطع، كيجيو يقولوا لي هنية على منير، هنية على منير. وشي منير ما خرج. كنقول له ملاك يوميا الناس كيجيو يوميا يجيو يهنيوا لي. اش ماشي يهنيوا لي ما نعرف. من مورا هادشي قال لك عاود هاد الفانطومات وهاد الشيء منير رماش كيهز الناس، هما كيهزوا وكيعملوا الاسم د منير رماش. زعما هادي ماشي هادي ما كنشوفهاش انا مزيانه، لان باين كان يهز باين واللي كيهز باين ما حتىش يبين المسائل هذه ديالو باللي بمنير رماش. كأم ديال منير باش نقول للمغاربه، كنقول لهم يعني هذا الشيء اللي كيقولوا لي وهذا الشيء اللي كيعملوا لي هذا الشيء راه حرام، راه عيب. فهمتي؟ حسوا بيا كأم، كل واحد ما كيهادك من داخل. وانا مريضه وزادوا كملوا عليا. ملي سمعت داك الشيء مشيت برا نعالج من هنا، لان ما بقى لي علاج. فهمتيني؟ مريضه معدومه وعيانه. ودابا اللي كنطلب من سيدنا وصاحب الجلاله الله ينصرو ومولاي الحسن وجميع الأسرة العلوية، كنطلب منهم يشوفوا نحالي ويشوفوا نحال منير، يرفقوا عليه، يرفق عليه. وتحياتي اخوتي، نتلاقاو في شي فيديو قادم.